سلام الأغلى مشتركات العزاز على قلبي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يلقاكم كامل في احسن الاحوال يا رب. وهنا عسولاتي، قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا نحب نرحب بالمشتركات جدد اللي معانا، نقول لهم نورتوا القناه وشكرا على تعليقاتكم ولجام الحلوه اللي كيفكم. وما ننساش ايضا متتبعاتي الوفيات، نقول لهم ربي يحفظكم وربي يعطيكم وش تتمناو. واذا كنتوا اول مره تشوفوا هذه القناه، ما عليكم غير ديروا جيم وابوني وتفعلوا الجرس باهي الحق كل جديد تاع القناه. وما تنساوش تبارطاجيو هذه القناه مع كامل حباباتكم وصحاباتكم وكامل لا فامي تاعكم باه تكبر لاشين تاعنا ونكونوا عائله واحده. وبالنسبه للبنات اللي ما همش معايا في الانستغرام، نقول لهم راكم قاعدين تراتيو بزاف. التم رانيه توجور اكتيف، ماشي كيف القناه مره على مره نطلع عليكم. وهنا قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا، نحب نشكر البنات اللي ديما مدعميني ومسانديني في القناة وديما واقفين معايا، نقول لهم ربي يحفظكم وربي يعطيكم وش تتمناو، وربي يحفظ لكم العزاز على قلوبكم كما راكم توقفوا معايا. ان شاء الله ربي يكون واقف معاكم في السراء وفي الضراء. هذا الخير تاعكم ما ننساهوش طول حياتي. وهنا كما راكم تشوفوا راني نحاول نقسم في وقتي بين الخدمه تاع الدار والتربيه، راني نحاول ننظم روحي ونكون قادر على المسؤوليه اللي ماهيش سهله. كما شفتوا هنا بعد ما نضت وغسلت وجهي رحت فطرت، واول حاجه بديت بها هي هزيت السرير تاعي وفرشت كوفرولي جديد. انا هذو الصوالح كامل راني نديرهم قبل ما تنوض بنتي. هذا الفيديو راني ما شاركتش كيفاه نتهلا فيها وكيفاه نتهلا في الدار، راني مصورت لكم فيديو اخر. هنا راح نشارك معاكم فيديو بعض التحضيرات لشهر رمضان المبارك. كما شفتوا الزوج كان قضالي، جاب لي الثوم، جاب لي الزيتون، جاب لي الطماطم. قلت علاه ما نستغلش الفرصه، كان جاب لي بالزايد. الثوم كنت غسلته وقشرته ورحيته في لاشوار ودرته في بورتمونجي وخبيته في الكونجيلاتور، راني نحتاجه في شهر رمضان ان شاء الله. وهنا جيت نرقد معكم الزيتون، هنا كان جاب لي 8 كيلو تاع زيتون. هنا كنت غسلته مليح ونحيت له هذاك التراب. بعد ما غسلته مليح وشللته بالماء، كنت درته في بدون هذا تاع الصبيغه، ما على باليش شحال يرفد. كنت درت هذوك 8 كيلو في 10 لترات تاع ماء ولحت عليهم هذيك الليترة تاع الدواء. انا هنا راني استعملت الدواء باه يطيب لي بالخف، وكاين اللي يطيبوه بالماء والملح برك. وهنا بعد ما بات 24 ساعة في هذاك الدواء، شوفوا كيفاه ولا الماء احمر. هنا نجي نصفي هذاك الماء ونعاود له تشليله اخرى تاع الماء حتى يولي لنا هذاك الماء صافي باه نقدروا نضيفوا الملح. هنا الماء راهو مازال احمر. هنا بعد ما غسلته مليح من هذاك الدواء، شوفوا هنا الماء راهو صافي دمعه، ممكن تهزيه بيديك راح تلقايه نظيف. وكنت نحيت هذوك الحبيبات المضروبين ودرت له تشليله اخرى وزدت له نصف كيس تاع الملح. هنا كل ما تزيدي الملح كل ما راح يجيك بنين، انا نحبه مالح. وخليته لمدة 10 ايام. وهنا هاي لكم النتيجة النهائية كيفاه جاني، راهو طاب. ما نحكي لكمش الذوق تاعو كيفاه جا بنين. وكما قلت لكم كل وحده كيفاه تحب تطيب الزيتون تاعها، كاين اللي تستعمل الطريقه تاع بكريه الماء والملح، وكاين اللي يستعملوا الدواء. انا هنا كنت استعملت له الدواء باه يطيب لي بالخف. وهنا كانت عندي الطماطم كما قلت لكم، جاب لي الزوج كلش بالزايد. كنت هنا نقيتها، بديت نحي في هذوك الحبيبات الخاسرين. وهنا كنت غسلتها وبديت نحي لها في هذاك الرز تاعها الخضراء. انا هذو استعملتهم من رمضان ان شاء الله لا بقينا حيين. وهنا كنت جبت البرمه تاعي ولا الكسرونه كل واحد كيفاه يقولها، وكنت قصيت الحبه على 8 قطع ولحتهم في هذيك البرمه كامل.
وهنا طريقة التخزين راهي تختلف من مرأة الى مرأة، كل وحدة كيفاه تخزن الطماطم تاعها. انا الطماطم نخزنها بكثرة لانه في رمضان نستعملها بزاف. وهنا بعد ما قصيتها كامل راح ندير لها توابل والملح والسكر. هنا راني استعملت ملعقة صغيرة تاع الملح. وهنا درت هذه التوابل المخلطة. وهنا راني درت العكري. وكاين اللي يحبوا يضيفوا فلفل احمر حلو ولا حار. وهنا كنت ضفت ايضا فلفل اسود. ودرت ملعقه ونصف تاع السكر باه ما تجيناش حامضه، تجينا شويه حلوه. كيما على بالكم لا صوص طوماط تاع البيتزا راهي تجي شويه حلوه. وهنا خليتها تغلي فوق النار على نار قليله، خليتها تطيب على راحتها. هنا راني مازال ما خلطتهاش باه ندخل هذوك لي زيبيس كامل مع الطماطم. انا كي نشوف الماء بدا ينقص التم نطفي عليها ونرحيها بالبراميكسور. هنا راهو مازال الماء. وهذه الطماطم نستعملوها في دوزيام بلا كي ندوزو البرمه تاعنا، نستعملوها في البيتزا في المملحات، وراح تجي نظيفه وماهيش كيما تاع البرا. هنا الماء راهو بدا ينقص. هنا بعد ما نقص لي الماء كنت طفيت عليها. هنا المقطع راهو كان تحذف لي كي رحيتها بالبراميكسور. كنت جبت الصفايه ولحت هذاك الخليط اللي كنت رحيته وحطيته في الصفايه وبديت نصفي فيه باه نحي هذيك الزريعه بهذه الطريقه. صدقوني راح تجي بنينه بنينه ما تتصوروش قدامه. وهنا بعد ما بردت لي كنت جبت هذو لي غوبلي ترونسبارون. وتقدروا تخزنوهم في ليمول تاع السيليكون. انا هذا الغوبلي يخدم لي بلا تاع بيتزا. وبديت نعمر فيهم بالتدريج كيما على بالكم، وخليتهم يبردوا. وكنت غلفتهم بابي فيلم وباه نحطهم في الكونجيلاتور. انا هذه الطريقه راهي تساعدني بزاف في رمضان. كيما على بالكم فيه الوقفه بزاف وما يكونش عندنا الوقت باه نخدموا صوص طوماط. هذه راح تساعدنا وتختصر لنا الوقت، غير نجبدو من الكونجيلاتور ونخليوها تذوب على راحتها ونستعملوها. وانتو مع السولات يقولوا لي كاش تحضيرات كاش مشتريات. انا ذوك نشارك معاكم كلش بادق التفاصيل. كيما على بالكم راني ما نبخل عليكم حتى في حاجه، راني نشارك معاكم كلش. وهنا هاي لكم النتيجه النهائيه. انا راني صورت معاكم غير هذه الكميه. وهنا بعد ما كملت من هذاك الثوم اللي يدير الريحه والزيتون والطماطم كنت وجدت حوايجي باه ندير دوش خفيف. كنت وجدت البيجاما والبارفان. انا استعملت هذه تاع بروفوكاسيون باري، ريحتها ما شاء الله وتعجبني وتقعد في القش. واستعملت هذيك بيبي باودر، عفوا تاع بينك هذيك الموف. واستعملت هذاك المرطب تاع ابو سعد لولي. وبطبيعة الحال ستيك. هذا وش كنت درت. وكنت درت سهرة خفيفة دوك نشاركها معاكم. يعني درت الجود بالموجود. ما هيك كي تحبي ديري سهرة خفيفة مع الزوج ولا مع ولادك مش لازم تكلفي روحك، ديري وش عندك في الدار. انا هنا كنت طيبت الفلان. كما على بالكم الفلان راهو عندنا في البيوت الجزائرية كامل.
ورانا ولينا نطيبوه يوميا مش غير في رمضان كما على بالكم الولاد كامل عيشتوه. انا واحده من الناس نموت عليه، كنت درت لاتاي ودرت الشاميه، وكان الزوج جاب لي هذاك الكاوكاو، قلت وعلاه لا حنا قاعدين خلي ندير سهره خفيفه ونوجد واش كاين عندي في الدار. وهنا حبوباتي نخليكم على خير، ونتلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش ديروا لي جيم وابوني وتبارطاجيو هذه القناه مع كامل احباباتكم كامل.